اخيرا 2024 خلصت عشان نبدا فيديوهات جوائز السنه. الفيديوهات اللي فعلا بدات بفيديو اقوى البومات 2024 واللي نزل على قناه ابيدو في بي اللي بقت خلاص هي القناه الاساسيه بعد ما الربح توقف على القناه دي، وبقى معظم المحتوى بينزل عليها هناك. بس فيديو اقوى تراكات واقوى رابرز من الحاجات الايقونيه في ام اي راب، فعشان كده هيفضلوا ينزلوا على ام اي راب. الفيديو ده مش لاصحاب القلوب الضعيفه، الفيديو ده للناس اللي بتفهم راب بس، لان دول هم الفئه الوحيده اللي هيتقبلوا الترتيب اللي هيبقى في فيديو النهارده. فمن غير كلام كتير انزل اعمل لايك وسبسكرايب، فعل زر الجرس، تابعنا على الانستجرام، اعمل سبسكرايب لقناه ابيدو في بي لان برضه هينزل هناك فيديو اقوى فيديوهات اللي نزل السنه اللي فاتت، وزي ما قلت بينزل عليها معظم المحتوى يعني. فما علينا، يلا بينا نبدا. قبل ما نبدا عايزك تتوقع معايا جوائز السنه اللي هتبقى في الفيديو الجاي اللي هو اقوى 24 تراك. ولو ما تعرفش فالجوائز دي بتبقى 4 تراكات: اقوى تراك اولد سكول، اقوى كليب، اقوى هيت، اقوى فيت. ولو توقعت الاربعه صح الكومنت بتاعك بيتثبت وبيظهر في الفيديو اللي بعده. حاسس انها حاجه مش مغريه وهتكسب معانا جايزه احسن فان. يلا يا عم ابسط. جت اللحظه الاصعب، اللحظه اللي بقعد اشرح فيها الترتيب هيكون ماشي ازاي. فيديو النهارده هيكون فيه مش بس 10 اسامي، لا هيكون فيه 16 اسم، 2 في المركز ال 12، ودول اللي انا شايف ان هم اقوياء جدا. بس في ناس اقوى منهم في القايمه، هم اعتبروا المركز ال 11 وال 12، بس هخليهم هم الاثنين في المركز ال 12 لان المركز ال 11 محجوز للمستوى الثاني. اللي شاف فيديو السنه اللي فاتت هيفهم يعني ايه المستوى الثاني. المستوى الثاني ده بيكون الرابرز اللي كانوا موجودين في التوب 10 السنه اللي فاتت بس هم السنه دي مش موجودين، فكان نوع من انواع التسكير او كنوع من انواع ان هم كانوا اقوياء السنه اللي فاتت فالسنه دي مستواهم نزل. احنا بنخليهم كلهم في المستوى الثاني، والسنه دي معانا اربعه خرجوا من قائمه السنه اللي فاتت هم اللي هيكونوا موجودين في المستوى الثاني، وبعد كده التوب 10 عادي جدا يعني. حاجه من ضمن الحاجات الجديده السنه دي ان انا برتب اقوى رابرز، حطيت عامل مهم جدا في الترتيب وهو انت ليك كام تراك مترشح في قائمه اقوى تراكات. يعني فيديو اقوى تراكات اللي لسه هينزل بعد الفيديو ده هيبقى اقوى 24 تراك، ما بيبقوش 24، هم بيبقوا رقم كبير بيتصفى ل 24. الرقم الكبير ده بيبقى فيه تراكات كتير مترشحه ليه. فانا مش بس هعد انت نزلت كام تراك السنه دي، انا هعد انت عملت كام تراك كان جامد لدرجه ان هو اترشح لاقوى 24 تراك، لان فعلا ده اللي هيحدد اذا كنت قوي ولا لا. لان انت ممكن تكون عامل 20 تراك مثلا وكلهم واقعين، استفدت ايه انا كده؟ فاهم؟ ما علينا، يلا بينا نبدا قائمتنا. في المركز ال 12 عندنا 2 رابرز. اول واحد هو بجد اسامه، واللي اتكلمت عن الالبوم بتاعه في فيديو اقوى البومات، واللي كان بيتكون من 9 تراكات. هو اجمالا منزل 10 تراكات السنه دي، 10 تراك ليه كان ارزونا يا كريم، واجمالا هو مترشح له تراكين السنه دي في اقوى تراكات 2024. وتاني اسم معانا هو كريم اسامه برضه. كريم اسامه رغم ان هو نزل 6 تراكات بس السنه دي، بس في تراكين من السته مترشحين. 10 تراك ليه كان على الابيض، ده كان الهيت بتاعه السنه دي، واجمالا هو عمل اداء قوي جدا السنه دي. ونروح للليفل الثاني او المركز ال11، وزي ما قلت دول اللي هيبقوا مش موجودين في القايمه وكانوا موجودين في القايمه السنه اللي فاتت. فاول اسم هو صدمه كبيره جدا لان هو السنه اللي فاتت مش بس كان موجود في القايمه، هو كان تاني القايمه، كان المركز الثاني. انت متخيل؟ السنه اللي قبلها بقى كان المركز الاول. فاحنا معانا حامل اللقب مروان موسى اللي اختفى السنه دي خالص. يعني هو نزل اي بي من 3 تراكات وقبلها كان منزل تراك عامل ايه بس. ده اللي عمله مروان موسى السنه دي. عمل الاغنيه بتاعت فيلم الحريفه الجزء الثاني، واللي بجد هي اللي خلتني ما خلوش موجود السنه دي، لان انا اعتبرتها ب1، مش ما زودتهاش على عدد التراكات، لا انا عملت بيها -1، شلت بيها عامل ايه اللي هو التراك جامد، لان التراك كان وحش قوي بجد. تراك الفيلم بتاع الحريفه 2 دي اسوأ حاجه انا سمعتها السنه دي. فمروان موسى السنه دي مترشح له تراكين، فهو هيبقى موجود في اقوى تراكات، بس مش هيبقى موجود في اقوى رابرز لان هو اختفى السنه دي. هو اللي اختار ان هو ما يكونش موجود لان هو ما عملش حاجه السنه دي. وطبعا عمل فيتشر اللي هو بنقطع 2019، بس حتى في الفيتشر ده ما كانش جامد يعني. ما حسيتش صراحه ان هو الفيتشر ده مثلا يشفع له مع قله الانتاج ان هو يكون موجود في اقوى 10، لان ده هيبقى ظلم الصراحه للناس اللي عملت مجهود كبير وكانت موجوده في التوب 10 السنه دي. ومش بس المركز الثاني مش موجود معانا السنه دي، لا ده كمان المركز الثالث السنه اللي فاتت مش موجود معانا السنه دي، وهو ديزل اوزي. ديزل اوزي مش زي مروان موسى، لا هو عمل غزاره انتاج السنه دي، مش غزاره انتاج قوي يعني. هو منزل اي بي 6 تراكات واي بي 4 تراكات، واجمالا هو منزل 11 تراك السنه دي، بس هو ملوش ولا تراك مترشح في اقوى تراكات غير تراك واحد بس. فالموضوع الصراحه محزن لان ديزل اوزي عمل نفس اللي ارسنك عمله، بس هما الاثنين كانوا من اقوى الرابرز فنيا يعني. بجد هو الثالث السنه اللي فاتت، يعني محتاج ايه اكتر من كده عشان اقول لك ان هو كان قوي. بس هو ركز اكتر على الشهرة، ركز اكتر على الفيوز. هو كان بيعمل معادله القوه الفنيه مع الفيوز، يعني كان بيعرف الصراحه ان هو يعمل تراكات قويه فنيا وفي نفس الوقت يجيب بيها فيوز. فالسنه دي لا هي خيشت منه شويه، هو ما جابش الفيوز اللي هو كان متارجتها. يعني هو في التراكات بتاعته بيبان هو عايز يوصل لناس معينه، فاهم؟ وتالت اسم معانا في الليفل ده هو ايفل. ايفل كان موجود السنه دي بألبوم او اي بي، يعني كان في 6 تراكات، بس هو مش اقوى حاجه الصراحه، ما عجبنيش خالص. والسنه اللي فاتت
هو كان اقوى من كده بكتير، عشان كده كان موجود في التوب 10. لكن السنه دي هو مش موجود في التوب 10 لان حضوره كان ضعيف. واخر اسم هو حسين، واللي مش موجود معانا في قائمه السنه دي عكس السنه اللي فاتت واللي كان موجود، لانه كان عامل جزاره انتاج. السنه دي مش عامل جزاره انتاج، فمش عامل تركات قويه، فمش موجود. بس معادله سهله جدا يعني. وما علينا، دلوقتي هنبدا القائمه بتاعتنا، ونبدا بالمركز العاشر، واحد من اقوى الرابرز في 2024 واللي ما كانش موجود معانا السنه اللي فاتت، وهو ليجاسي. وشوف وصلنا ليه وما بقاش. ليجاسي السنه دي كان حاضر بقوه بتسع تراكات، تسع تراكات كانوا كلهم تقريبا جامدين، مترشح منهم 3 تراكات لاقوى 24 تراك. اشهر تراك عنده السنه دي هو النيه. استغربت الصراحه ان هو ما كانش موجود في قائمه السنه اللي فاتت، بس لما رجعت لقيت ان هو ما كانش عامل تراكات كتير عكس السنه دي، واللي كان فيه شبه غزاره انتاج. 9 تراكات مش قليل، وفي نفس الوقت معظمهم جامدين. الان بفكر في الحساب على الايجو اللي في مواب، مش عشان القطه دي بتفكر في الدولاب. وفي المركز التاسع معانا اللي كان في المركز السادس السنه اللي فاتت، مهاب باسمه الجديد إلموند. مهاب السنه دي عامل 13 تراك، مترشح منهم 5 لاقوى تراكات. اشهر تراك ليه هو نفس اشهر تراك البوم انتفاضه، وهو الليله. الزبده احطه في الطاسه، شوح الكبده، انا ارفع الكوز واشبط المركز السلك. الثامن معانا اللي كان في المركز الثامن برضو السنه اللي فاتت، لسه محافظ على مركزه، وهو عفروتو. عفروتو عمل 13 تراك، في 3 منهم بس اللي مترشحين لاقوى تراكات. بس سيبك بقى من اللي انا مرشحه، عفروتو السنه دي اكتر رابر عمل هيتات. الاكثر نجاحا في الراب سين المصري السنه دي هو عفروتو بدون منازع يعني. حتى وفي غلطه انا قلتها في فيديو اقوى البومات 2024 اللي نزل على قناه ابيدو في بي، اللي لو ما شفتوش روح شوفه. المهم ان انا غلطت في الفيديو ده وقلت ان اشهر تراك لعفروتو هو فودو. هو اشهر تراك كاوديو لعفروتو هو فودو فعلا، لكن اشهر تراك لعفروتو فعلا هو تراك كبده، لان الكليب بتاعه جايب 18 مليون، فانا ما خدتش بالي من الكليب اساسا، رغم ان الكليب لسه نازل من امتى، من شهرين. انت لو جمعت كل التراكات اللي نزلت في الراب سين المصري 2024 مش هيجيبوا 18 مليون، وانا مش بحسد والله. ادائي في السما، في يوم عامل مع اخواتي اللي بتعمله في السنه. عدي يوم قلت احاول، كان بقالي كام سنه عشان مؤمن مش تفاؤل دايما باكل السبع. المركز السابع كريم جي. كريم جي بجد هو واحد من اقوى الرابرز اللي ظهروا السنه دي. هو بادئ من قبل كده طبعا، بس عمل مجهود كبير قوي السنه دي، اجبرني ان انا اخليه في الفيديو ده. كريم جي السنه دي ابدع ب 15 تراك، معظمهم اقوياء جدا فنيا، في سنه غابت فيها التراكات الاولد سكول بغياب ناس زي ارسنك زي ما قلت وديزل اوزي اللي اتجهوا اكتر للتراكات اللي بتفايرل. فكريم جي سد الفراغ ده بالنسبه لي عادي، كان لسه في ناس بتعمل اولد سكول جامد. فزي ما قلت 15 تراك، مترشح منهم 5 تراكات لاقوى 24 تراك. اشهر تراك ليه السنه دي كان تراك مفاسة. جوردن زيزو جوردن 1 فجأة السما بتنطر انا جاما فكينج. في المركز السادس وان زيزو. وان زيزو بجد كان مادي اداء خرافي السنه دي. انا اعرف وان زيزو من السنه اللي فاتت، بس ما جاش في دماغي حتى ان انا ارشحه السنه اللي فاتت لاقوى 10 رابرز. السنه دي لا، يعني انا شايف ان هو مركز سادس ده قليل عليه اساسا، لان هو منزل 7 تراكات، 5 منهم مترشحين لاقوى تراكات. انت متخيل يعني مفيش تراك مش مترشح غير تراكين، ودول فاهم عشان مش عايز ازود قوي تراكات لوان زيزو. فهو منزل 7 تراكات تقريبا كلهم كليبات، او يعني معظمهم كليبات، وكلهم تقال قوي فاهم، كلهم فيهم شغل يعني فاهم. فهو يمكن مفيش غزاره انتاج قوي، بس الكواليتي اللي نازله تبرر لك ليه هو ما عندوش غزاره انتاج. واشهر تراك ليه السنه دي هو تراك نسر العرب. بدء الزبد على البد مع بنته بتشد شت، حاسس ان الدنيا فلوت يلبسوا ليها. ونروح للمركز الخامس، ومعانا فيه ابو الانوار اللي كان المركز السادس السنه اللي فاتت، يعني زاد مركز. والصراحه ده قليل، لان انا شايف ان هو كان مكسر الدنيا السنه دي. غاب في نص السنه كتير، يعني هو رجع في اخر السنه بالبوم وبدا السنه بالبوم، بس في النص كده كان ما بين فيتشر هنا وفيتشر هنا. بس 16 تراك اللي نزلهم في اول السنه اصلا كانوا كفايه ان هم يخلوه موجود في القائمه دي، ما بالك ان هو اصلا منزل 30 تراك او اكتر، مش عارف الصراحه، يعني فرنج 30 تراك السنه دي، مترشح منهم 8 تراكات لفيديو اقوى 24 تراك. ارقام بجد تجبر اي حد انه يعترف انه يستحق ان هو يكون موجود في القائمه دي والقائمه الجايه اللي هي اقوى 24 تراك. اشهر تراك ليه السنه دي كان تراك عصابات مع عصام صوصه. امنوا فينا بدون مؤشرات على التحسن للتحسن، جايز ده اللي بكره هبقى نبدا بقى حاسه. المدعكه والتوب فور اللي بجد هيعملوا مشاكل. في المركز الرابع الجوكر. الجوكر احمد ناصر اللي عمل 11 تراك في 2024. ده رقم كبير بالنسبه للجوكر، لان هو اصلا زمان كان بينزل تراك كل شهر، وبعدها بقى بينزل تراك كل سنه فاهم. السنه اللي فاتت الجوكر ما نزلش اي حاجه حرفيا. السنه دي الجوكر نزل 11 تراك، 8 متمثلين في البوم 30، و3 اللي هم ايكونز اللي نزل بعد الالبوم، وضحايا اللي هو الكليب اللي نزل قبل الالبوم. واشهر تراك ليه السنه دي يا مولانا مع احمد سعد. ومش هقفل الكلام كده عن الجوكر، لا الجوكر كان قوي جدا وكان متنوع برضه السنه دي. خلي بالك الجوكر من ساعه ما رجع هو متنوع فاهم، بس حسيت برضه ان ناقصه الحته او ناقصه التراك اللي يرضي فانز القدام.
يعني انا مثلا برجع اسمع تراكات الجوكر القديمه مش لاقي تراك جديد بنفس القيمه على الاقل كتابيا، فاهم؟ هو السنه دي كان موجود وكان عنده تراكات قويه وكان الدنيا زي الفل ومترشح منهم 5 تراكات لاقوى 24 تراك، فالدنيا تمام برضو يعني، فاهم؟ مش بقول لك ان هو وحش، بس ببرر لك ليه هو رابع مش اعلى من كده. انت اكيد كفان للجوكر عارف ان الجوكر الطبيعي بتاعه ايه، يا الاول يا الثاني يا بالكتير الثالث، بس ليه هو الرابع؟ عشان زي ما قلت لك 11 تراك مترشح منهم 5، فالارقام هي اللي بتجبرني ارتب الرابرز ازاي. ودلوقتي نروح للمركز الثالث ومعانا مروان بابلو في المركز الثالث ب 12 تراك، 5 تراكات منهم مترشحين لاقوى 24 تراك. لو انت متابعني فانت عارف ان انا من اول السنه متضايق من اداء بابلو سواء في البوم الشعاع الازرق او في يوم الاربع، بس بعد كده مروان بابلو صالحني بألبوم بجد خرافي اللي هو ألبوم حب وكاشات. غير كده قبل ألبوم حب وكاشات هو كان نزل تراك بجد خطفني اللي هو كان في ألبوم معكوس مع هادي معمر. فعموما أداء مروان بابلو في آخر السنة يخليه بالنسبه لي احسن رابر في 2024، بس اداؤه في اول السنه يجبرني ان لا يعني، فاهم انت؟ تمام وزي الفل، بس اداؤه في اول السنه هو اللي خلاني ما خلوش في مركز اعلى من التالت. ده غير طبعا ان التاني والاول كانوا اعلى فنيا، مستواهم كفنيات راب اعلى من اي حد موجود في القائمه عموما، مش بس من بابلو. فهي دي الفكره يعني. زي ما قلت بابلو منزل 12 تراك، 5 منهم مترشحين لاقوى تراكات، واشهر تراك ليه السنه دي كان تراك ديجافو. تستغربها لما تفكر فيها، انا لسه وازن في بلدكم في شعاب مفتوح لي. ونروح للمركز الثاني واللي جه فيه حامل اللقب ووصيف السنه اللي قبلها ابي يوسف للسنه الثالثه على التوالي بيبقى في المركز يا الاول يا الثاني. السنه دي ابي يوسف في المركز الثاني باكتر من 30 تراك، منهم 10 تراكات مترشحين لاقوى تراكات، و10 ده الحد الاقصى لعدد التراكات اللي ممكن ارشحها اصلا. لو ينفع اكتر هرشح اكتر عادي. المهم ان اشهر تراك لابي يوسف السنه دي كان بيرسونا، او اشهر تراك سنجل لابي يوسف السنه دي، لان اشهر تراك فعلا لابي يوسف كان فيت مع مروان بابلو وهو من ضمن البوم حب وكاشات. طبعا بتكلم عن تراك كارما. بلاش تكشر عشان بشاشتك، بلاش اكسر عشان هشاشتك، حساب في دفتر خلاص قفشتك. في ناس كتير مش فاهمه ان القوائم دي بيبقى اهم عنصر فيها هي القوة الفنية، ولو هنتكلم عن القوة الفنية فهي طبعا موجودة عند أبي يوسف وموجودة عند حد تاني مش العادي بتاعه ان هو يبقى عنده غزارة انتاج. يعني أبي يوسف احنا متعودين ان هو يبقى عنده غزارة انتاج وفي نفس الوقت التراكات الكتير اللي بينزلها دي معظمها قوية فنية. فالسنة دي كان في حد جمع ما بين الشرطين دول، زي ما أبي يوسف جمع ما بين الشرطين دول السنة اللي فاتت وقدر بسبب ده ان هو يتصدر الترتيب. في حد السنة دي كان عنده غزارة انتاج وفي نفس الوقت التراكات الكتير اللي بينزلها كانت قوية فنية. مين الحد ده؟ طبعا بتكلم عن أحمد سانتا اللي بيحتل المركز الأول السنة دي بعد أداء خرافي من أول 2024. مش فارق لا تسوق ضرب مش بيحوق، انا نوت في دماغي ان ابقى الاول. اعتقد ان انا مش محتاج ابرر ليه احمد سانتا في المركز الاول، لان اي حد متابع كويس هيبقى عارف ان احمد سانتا من قبل ما ينزل الالبوم هو نزل كذا تراك قويه جدا كان بيسخن بيهم الالبوم. اصلا التراكات دي من كتر ما هي قويه عملت مشكله للالبوم نفسه، لان الناس رفعت سقف طموحاتها قوي، لان التراكات اللي نزلت قبل الالبوم كانت قويه جدا فنيا. فلما نزل الالبوم متنوع شويه، في تراكات قويه فنيا وفي تراكات مش اقوى حاجه بس مختلفه عن اللي سانتا بيعمله، في ناس جالها احباط، فاهم؟ في ناس حست ان لا احنا كنا مستنيين حاجه اقوى. بس لما تبص للموضوع من بره، سانتا عمل كل حاجه، صدرة انتاج، منزل اكتر من 30 تراك، قوه فنيه كانت موجوده تقريبا في كل التراكات اللي نزلت قبل الالبوم وبعد الالبوم، وكام تراك في الالبوم اصلا كانوا قويه جدا فنيا. وكتنوع الالبوم كان متنوع بشكل مش طبيعي، كان تقريبا في كل الالوان اللي ممكن تحب تسمعها. والصراحه فكرت كتير قبل ما اخلي احمد سانتا في المركز الاول، يعني قلت انا لو خليته تاني محدش هيزعل، محدش هيحس ان انا ظلمته مثلا، بالعكس انا لو خليته اول في ناس كتير تقول ان انا بطبل. فالصراحه لقيت ان انا لو الناس قالت ان انا بطبل احسن ما احس ان انا ظلمه عشان الناس ما تقولش ان انا بطبل. فلا يا عم عادي قول عليا بطبل، بس ابقى طالع مرضي من الحلقه دي ان انا بجد ما فرقش معايا اسامي، ما فرقش معايا جمهور، فرق معايا بس ان انت عملت اداء قوي السنه دي اقوى من اي حد، فبسبب ادائك القوي ده انت بقيت رقم واحد. مروان موسى لما عمل غزاره انتاج مش طبيعيه في 2022 قلت ان هو اقوى رابر في 2022، فاهم؟ ومروان موسى مش من المكسيك وقتها كان عامل بيف معاهم، فاهم؟ فهي مش حته تطبيل. فبس ده كان فيديو النهارده. وفي حاجه بونص نسيت اقول ان انا هعملها في فيديو النهارده، وهي اقوى بروديوسرز. بما اننا بنتكلم عن جوائز السنه، فالسنه دي معانا اقوى 3 بروديوسرز. انا ما بفهمش في البيتات ولا في المزيكا قوي، بس في حاجات اللعمه يشوفها، فاهم؟ او اللطرش هيسمعها بما اننا بنتكلم عن المزيكا. فالسنه دي اقوى 3 بروديوسرز بالنسبه لي. في المركز الثالث سيف، البروديوسر اللي عمل معظم تراكات مهاب. في المركز الثاني دكتور معجزه اللي عمل تراكات كتير سواء لسانتا او ابو يوسف او انوار او المكسيك عموما. السنه دي كان مبدع وكمان كان بيعمل بيتات مختلفه وجديده عن اللي احنا متعودين عليها منه. ونروح للمركز الاول، وهعترف لكم اعتراف، انا عملت اصلا الحته الزياده دي اللي بتكلم فيها عن البروديوسرز بسبب المركز الاول ده، لان حسيت ان هو كان جامد قوي السنه دي، بس هو مش من اقوى رابرز، فاهم؟ بس انا عايز اتكلم عنه لان هو بجد ادى اداء غير طبيعي السنه دي، سواء في البوم معكوس، واللي بجد انا اول مره اسمع البوم عشان بتاته بس، يعني الالبوم ده بتاته موديه تراكات في حته تانية، او حتى تعاونه مع مروان بابلو وابي يوسف في البوم حب وكاشات.
فالصراحه هو كان مبدع السنه دي بجد، دخل التاريخ، وبالنسبه لي هو من اقوى 3 بروديوسرز في تاريخ الراب السنين المصري. فلا اداء تاريخي السنه دي لحد ما عمر اجبرني ان انا اتكلم عنه في الفيديو ده، اللي هو بيتكلم عن اقوى رابرز واقوى بروديوسر. وبس ده كان فيديو النهارده. الفيديو الجاي هيبقى اقوى 24 تراك. عايزك تتوقع جوائز السنه: اقوى تراك، اقوى فيت، اقوى كليب، واقوى هيت. طيب لو توقعت الاربعه دول صح، في حاجه مختلفه السنه دي. مش بس الكومنت بتاعك هيتثبت، مش بس الكومنت بتاعك هيظهر في الفيديو اللي بعده، هنزل لك بوست يا عم. يلا افسد. مفيش فلوس، مفيش جوائز ماديه، فاهم؟ هي كلها جوائز معنويه. اصلا القناه ما فيهاش ربح، يعني انا نفسي ما باخدش جوائز. ما علينا. ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. تعمل لايك، سبسكرايب، تفعل زر الجرس، تابعنا على الانستجرام، تابعنا على قناه ابدو في بي. اشوفكم في النسخه الرابعه من الفيديو ده السنه الجايه. لا ما تقلقش، هنزل فيديوهات هنا في النص. بس كده، سلام.